ماتش ولا أسوأ. طبعا مفيش كلام ممكن يتقال في اللي حصل النهارده. الأهلي بيلعب ماتش من أسوأ ماتشاته. آه، بصراحة الواحد فعلا مش عارف يقول ايه النهارده. أخطاء كبيرة قوي في بداية موسم. انت النهارده المفروض كأهلي اتحطيت في منص الكبار. يعني طبعا انت كده كده اصلا من ضمن الكبار، ولكن انت النهارده عندك موسم صعب، عندك موسم مليء بالبطولات. المفروض ان انت مرشح قوي ان انت تنافس عليها، سواء كاس السوبر اللي المفروض النهارده كنت هتاخده. العالم كله كان منتظر ان الاهلي يتوج النهارده بالبطوله، لان كل الاشادات وكل المواقف او كل التحليلات اللي قبل المباراه بتاكد ان الاهلي هو المرشح الاقوى لحصد لقب كاس السوبر الافريقي. النهارده كل العالم، كل المحللين، كل الدنيا كانت متوقعه ان الاهلي هو اللي هيضغط عالي، الاهلي هو اللي هيهاجم كتير، الاهلي هو اللي هيستحوذ على الكوره، الاهلي هو اللي هيقدر ان هو يسجل اكبر عدد من الاهداف. انا واحد من الناس كنت متوقع 5-2 للنادي الاهلي، لان كنت متوقع حفله اهداف كبيره، نظرا طبعا لان كل لاعيبه الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت وعلى مدار فتره الاستعداد لما قبل الموسم كل اللعيبه كانت كويسه جوه، وكل اللعيبه كانت بتلعب بطريقه كويسه جوه. وكمان شفنا الماتشات اللي كانت ضد جروماهيا، الماتشين اللي كانوا ذهاب وعوده، وكان كميه تفاني وكميه جوده من اللاعبين وكل الناس. انا واحد من الناس كنت متاكد ان ماتشات جروماهيا دي ما هي الا عباره عن ان هي ماتشات تمهيديه او بري سيزون، تقدر من خلالها ان انت تاهل لعيبتك ان هم يلعبوا ماتش السوبر بنديه وبقوه ضد الزمالك. النهارده بينزل تشكيل الاهلي. ناس كتير جوه كانت متوقعه ان ممكن يبقى في اختلاف في التشكيل حتى ولو 1%، ولكن كولر بيحسم الجدل. هو بس لاعب واحد بس اللي بينزل يعني مختلف عن التشكيله اللي احنا متعودين عليها بالنسبه للنادي الاهلي، وهو يحيى عطيه الله، اللي هو المفروض ان احنا جايبينه لان هو كلاعب كبير، والمفروض ان هو اسم كويس جو، وان هو من افضل لاعبي القاره بالنسبه للباك الشمال. ولكن النهارده انت بتشوف لاعب ما تعرفش ايه الموقف بالنسبه له، ما تعرفش هو مخضوض ولا ايه المشكله. لاعب النهارده يعني لو انا يعني من الناس اللي انا بتفرج على يحيى عطيه الله، سواء كان مع الوداد او في الماتشات اللي لعبها ضد الاهلي في الفترات اللي فاتت قبل كده، كان من افضل اللاعبين. النهارده لاعب سيء جو، مش هو بس عشان ما حملوش اي حاجه، مش بس عشان لقطه هدف التعادل اللي سجله ناصر منسي، وكان عن طريق ان هو خطا واضح من يحيى عطيه الله، ولكن النهارده 99% من لاعيبه الاهلي ما كانتش موجوده في الملعب. لو هنتكلم على تقييم اللاعبين، هنتكلم عن الخط الهجومي بالكامل بالنسبه للنادي الاهلي، ما يتعداش تقييمه ال 4/10 يعني. وسام ابو علي ما ظهرش في المباراه غير باستثناء طبعا ضربه الجزاء اللي سجلها بطريقه حلوه قوي. النهارده حسين الشحات كان بيحنكش شويه في الملعب، ولكن ما قدمش حاجه تذكر. بيرسي تاو نفس الوضع، ما قدمش حاجه تذكر. لو هنتكلم على ثلاثي خط الوسط، امام عاشور ما كانش في حالته وما كانش في يومه، مش امام اللي احنا متعودين عليه. اكرم توفيق هو يمكن كان افضل لاعب في المباراه وافضل لاعب من لاعبي النادي الاهلي. مروان عطيه ده 50% من مروان عطيه اللي احنا نعرفه. لو هنتكلم على الخط الدفاعي، عمرو ربيعه كان مقدم مباراه كويسه قوي، ولكن ياسر ابراهيم ما كانش فايق. وحتى في الماتش من اول الماتش لاخره فيها فوات كتير قوي حصلت من ياسر ابراهيم، منها لقطه الهدف لما يتقدم عليه ناصر منسي ويقدر ان هو يسجل هدف، تحس ان هو سرحان ومش مركز في الماتش ومش عارف ان الكره رايحه عليه بهجمه مرتده عن طريق ان الكره اتقطعت من الباك شمال بتاعه. المفروض انت في لحظه زي دي تكون مركز 150%. كمان هنتكلم لو عن الباك الشمال، طبعا احنا قلنا يحيى عطيه الله، يمكن ده ماتش اسوأ ماتش هيكون. انا متخيل مش هيلعب ماتش اسوأ من كده مع النادي الاهلي، ما شفتلوش ماتش وحش زي كده قبل كده، وما اعتقدش انه يلعب ماتش وحش بالطريقه دي تاني. يعني كل لعبه النهارده يمكن كان في اوامر ليه ان هو ما يتقدمش كتير في الشوط الاول عشان زيزو ما يطلعش في ظهره، ولكن على الناحيه الدفاعيه هو كان محجم زيزو في الشوط الاول، ولكن ما قدمش برده 100% من مجهوده اللي احنا متعودين عليه. على الناحيه الثانيه محمد هاني، طبعا الاصابه اللي حرمتنا منه. محمد هاني على المستوى الدفاعي في المباريات الكبيره بيكون 100% من محمد هاني، بنشوف محمد هاني لاعب كبير جو، ولكن الاصابه النهارده حرمتنا من محمد هاني. ينزل عمر كمال عبد الواحد يأدي ماتش كويس ولكن مش احسن حاجه، وكان هيلبسنا ضربه جزاء وفيها شك كبير جو في الكره بتاعه دونجا، واللي فيها نسبه كبيره جو ان الناس بتتكلم عليها ان هي ضربه جزاء. انا وجهه نظري ان هي مش ضربه جزاء، ولكن فيها شك كبير جو، باستثناء طبعا ان هو لعب برده ماتش كويس ولكن ما كانش افضل حاجه. اتكلم عن الشناوي لم يختبر كتير في المباراه، ولكن الاختبارات اللي واجهت الشناوي
ما قدمش فيها حاجه افضل حاجه. يعني انا بالنسبه لي في الماتش ده يمكن عشان خبرات كان الشناوي المفروض ان هو يفضل، او المفروض ان هو الشناوي هو اللي يكون الحارس الاساسي للاهلي في الماتش ده كخبرات، ولكن افضل حاجه كان المفروض مصطفى شوبير، لان مصطفى شوبير عنده ردة فعل اسرع بكتير قوي من الشناوي، كمان ان هو بيعرف يلعب برجليه اكتر، كان هيقدر يساعد على بناء الهجمات. الاهلي النهارده خطه كولر كلها على بعضها. جوميز يتفوق للماتش الثاني على التوالي ضد الاهلي ضد مارسيل كولر. بصراحه انا واحد من الناس برضو كنت متوقع زي الناس كتير جو كانت متوقعه ان الاهلي زي ما قلنا كان هو اللي هي المفروض هيلعب ضغط عالي، الاهلي هو اللي كان هيمسك المساحات، الاهلي هو اللي كان هيستحوذ على المباراه بالطول وبالعرض. ده كان كل الناس متوقعه كده. لكن النهارده بينزل جوميز بخطه بصراحه حلوه قوي، بيلعب على ان هو بدل ما كان المفروض ان هو يلعب على الزوم ديفنس وهو اللي هيبتدي يهاجم المساحات، لا قدر ان هو يستحوذ على الكوره من بدايه الماتش. عمل عليك شوط في الشوط الاول، عمل شوط يعني غايه في الروعه. ده اتحسبت عليه ضربه جزاء، كان هم بالنسبه لهم شايفين ان هي مش المفروض ان هي تتحسب، ولكن وحسوا بالظلم، ولكن قدروا ان هم يتقبلوا الامر الواقع، وقدروا ان هم يعودوا في المباراه، وضغطوا بدايه من ضربه الجزاء اللي اتحسبت عليهم، ضغطوا ضغط كبير قوي على الاهلي، ونزلوا الشوط الثاني عندهم هدف واحد بس، ان هم يدركوا التعادل ويتقدموا في النتيجه. وبالفعل قدروا ان هم يسجلوا هدف التعادل عن طريق ناصر منسي اللي لسه نازل، زي ما قلنا عن طريق ان هو اتقدم على ياسر ابراهيم اللي كان تايه في منطقه الجزاء في منطقه الستة ياردة، وقدر ان هو يسجل هدف من اول لمسه ليه، وكرر نفس الموقف وكان هيسجل الهدف الثاني لولا ان ربنا ستر وعدت الكره جنب العارضه. النهارده الزمالك لعب ماتش كبير قوي على الاهلي. جوميز قدر ان هو يتفوق للمره الثانيه على التوالي على كولر في الماتشين، في الماتش بتاع الدوري اللي قدر ان هم يكسبوا الاهلي في الدور الاول، والماتش ده بتاع كاس السوبر قدر ان هم او قدر جوميز ان هو يتفوق 100% على تكتيكات كولر. كولر النهارده ما كانش عنده اي حلول، حتى التغييرات بتاعته ما قدمتش اي حاجه، نزل قفشه ما غيرش اي حاجه، نزل طاهر محمد طاهر عمل كوره وفنت وعمل سبرنت لكن ما عملش حاجه، واحنا ده متوقعينه من طاهر. طاهر ما بيعملش اكتر من كده. كمان حتى كل التغييرات الاهلي اتاخر في تغييراته، نزل تغييرتين في الدقيقه 80 بعد ما كان الزمالك تعادل. كان المفروض ان انت تحافظ على تقدمك، المفروض ان انت تحزم وسط الملعب من البدايه، لان امام عاشور كان واضح جو ان هو ما كانش في يوم. يعني عامة انا مش قادر اتكلم كتير، انا المفروض ان انا عايز اتكلم اكتر من كده، عايز ان انا بص يعني مش عارف اللي هو اسب والعن في الموقف وفي الماتش، بس مش هينفع اتكلم اكتر من كده. كل اللي اقدر اقوله ان الماتش ده زي ما كان ماتش السوبر الافريقي الموسم اللي فات وخسرنا مباراة السوبر، وكان دافع لينا ان احنا اكتسحنا كل البطولات مع نهاية الموسم. اتمنى ان الماتش ده برضو يكون حافز لينا ونكتسح كل البطولات الموسم ده. يعني اتمنى ان هو يكون حافز للاعيبه الاهلي والكولر ان ما فيش بطوله تطلع من ايدينا. خلاص انت خسرت ماتش السوبر التالي على السوبر الثاني على التوالي، بتخسر ماتش السوبر بدايه الموسم بتخسر. المفروض ان انت الماتشات اللي جايه دي كلها يكون فيها مكسب كبير بالنسبه للنادي الاهلي، والمفروض كمان ان كل البطولات اللي جايه يكون الاهلي المرشح الاكبر والمرشح الاوفر حظا، ولازم هو يحسم كل البطولات دي. اتمنى يا صديقي ان يكون الفيديو ده عجبك، وهارد لك لجماهير النادي الاهلي، والسلام عليكم.